السلام عليكم، مرحبا بكم متابعين مشاهير جزائر تزاد. اليوم عدنا بموضوع أحلام عموري اللي توفى زوجها. أعلنت المؤثرة الجزائرية المقيمة في دبي أحلام عموري عن وفاة زوجها بعد أسابيع من فقدان ابنها الصغير. وشاركت أحلام فيديو عبر ستوري انستغرام مساء اليوم الثلاثاء، وظهرت تبكي بحرقة على رحيل زوجها، وسرعان ما زاد الحزن في شارع الجزائر، حيث تعتبر أحلام عموري واحدة من أشهر المؤثرات الجزائرية في الخارج، ويتم متابعتها بواسطة مليون متابع عبر الانستغرام. بعض التساؤلات تراودت على مواقع التواصل الاجتماعي سبب وفاة زوجها ووفاة ابنها. وعادت أحلام بعد غياب لمدة من مواقع السوشيال ميديا. تعود أحلام بفرح في يوم المولد النبوي الشريف، لكن أحلام الأمس تخبرنا بوفاة زوجها، وهذا الشيء المحزن الذي جعل الجمهور يحزن. وتطرق العديد منهم إلى أن العين حق، بأن جميع من رواد من السوشيال ميديا يصيبون بالعين. هل هذا على حق؟ إحساسي، شوفي، هي صحيح أنه أنا عندي 3 أطفال، ولكن هذه اللحظة يعني كانت بالنسبة للزوج تاعي كأنها حلم. لأنه صحيح هو يحب بنتي، ولكن كان يتمنى دايما أنه تكون عنده بنته من صلبه، لأنه عاش في حرمان من الوالدة ديالو، وتحقق الحلم تاعو، وجات عنده طفلة وسماها على الأم ديالو. شوفي، الأمومة شعور بزاف شباب، بزاف شباب، وصعيب في نفس الوقت. صحيح لو كان ما جاش صعيب ما تكونش الجنة تحت أقدام الأمهات، هذه هي، وبصح الجنة تحت أقدام الأمهات. وبدأ البعض يتساءل عن سبب وفاة زوج أحلام عموري وابنها الصغير، حيث لم تكشف عن تفاصيل متعلقة بهذا الخصوص، ولكن حسابات أخرى غير مؤكدة أشارت بأن سبب الوفاة موت الفجأة. شكرا لكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو. شكرا لكم.